السلام عليكم يا شباب، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح وانا قاعد في واحد زميلي بعت لي فيديو، واحد بينتقد البرازيل انتقاد لاذع جدا، واتفرجت على الفيديو. لقيت كلام عمال يتكلم في منكرات وبلد الفتن. اولا البرازيل من سنة 88 بلد علمانية لا دينية، يعني هي ملهاش دين. تمام. فانت لو جبت كلب وعبدته مفيش حد هيقولك حاجة. جبت واحدة وعبدتها مفيش حد هيقولك حاجة. تمام، انت حر. دي نقطة. النقطة التانية بيتكلم المنكرات ومعرفش ايه والشواذ والحاجات ديت. كل واحد حر في حياته، انت ما انتش ربنا بعت لك توكيل بتحاسب الناس. مش عاجباك البرازيل توكل على الله على بلدكم. مش عاجباك البرازيل روح عيش في السعودية. ما هيش عاجباك البرازيل وانت مسيحي او مسيحي توكل على الله على القدس هناك. تمام. فهنا البرازيل لا دينية، يعني انت حر ان شاء الله تعبد كلب حتى مفيش حد هيقولك حاجة. تمام. بمسألة الشواذ وواحدة مع واحد وواحدة مع واحدة وراجل مع راجل، كل واحد حر في حياته. اولا هنا مفيش عنصرية خالص. فانا سمعت فيديو برضو الواحدة بتتكلم، الناس ماشية قلعة في الشارع. انت مالك؟ انت مالك؟ حد يعني انت لما بتلبسي حجاب وبتمشي في الشارع حد بيكلمك؟ لا. انت قلعة ملط حد بيكلمك؟ لا. تمام. فالناس بتتكلم المنكرات ومعرفش. روح يا حبيبي، ما هيش عاجبك البرازيل او اي دولة اوروبية او امريكانية توكل على الله. انا اعرف اسر هنا محافظة على دينها سواء مسلمين او مسيحيين. انا اعرف ناس لبنانيين عايشين بقالهم مئات السنين هنا واولادهم بسم الله ما شاء الله مراكز علمية و... وناس كويسة جدا ومحترمين، ولبسهم لبس محافظ كأنهم في الشرق الأوسط. فهم بيمشوا في الشارع مفيش حد بيكلمهم. ومسألة المخدرات والسرقة والبتاع ده، انت لما تكون في حالك مفيش حد هيكلمك. انا سمعت فيديو في واحد المافيا حرقته. طب ايه اللي يخليك تروح عند المافيا؟ ايه اللي يخليك تتعامل مع الناس دي؟ فلو انت شغال بمرضي الله تاخد تروح شغلك وتيجي من شغلك تنام. يعني انا زي حالتي بطلع الشغل ارجع اطبخ اكل انام، دي حياتي. تمام. ولا ليا خلطه بحد ولا اي حاجه. هو الخميس بس اللي بنروح نفرح على نفسنا، نروح شوبينج، نروح مطعم، نروح بتاع، نقابل حد. غير كده ما بعملش. تمام. فهي ربنا بيقول لك ايه؟ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. انت مخير يا حبيبي. عاوز تروح تشوف الوحش في البرازيل هتشوفه، عاوز تشوف الحلو هتشوفه. فما فيش حد بيضربك على ايدك. تمام. ويقول لك اعمل كذا. طب روح اشتري مخدرات، ما فيش حد بيضربك. ما فيش حد بيقول لك روح اشرب خمره، ما فيش حد بيقول لك روح ازني. تمام. فانت مخير في كل تصرفاتك. انت اللي عاوز تشوف الحلو هتشوف الحلو، عاوز تشوف الوحش هتشوف الوحش. اي نعم البرازيل فيها سلبيات اللي هي مش عجباني. الفلوس، تتعب كتير وما فيش فلوس. تمام. الا في التجاره بس. التجاره هي الحاجه الوحيده اللي ناجحه في البرازيل، غير كده ما اقولكش يعني ما فيش. تمام. اما بلد مديك الامن والامان ومحتضناك ومسهله لك كل حاجه، والمستشفيات ببلاش سواء اجنبي او مش اجنبي، سواء لاجئ او مش لاجئ. المستشفيات ببلاش، المدارس ببلاش، بتعلم اولادك ببلاش. تمام. فكل حاجه انت بتختارها. عاوز تشوف تروح على يمة المنكرات روح، عاوز تروح يمة الالتزام روح. الدولة أولا البرازيل ما بتدعمش الدين خالص، إلا إذا المساجد والكنائس والمعابد ما بيدفعوش ضرائب، وأي دخل بيدخل لهم ما بيدفعوش عليه ضرائب. تمام. بس بيدفعوا كهرباء ومية. تمام. غير كده هي دولة لا دينية من سنة 88، علمانية من سنة 88. فأنت ما تقعدش تنتقد في البرازيل وتقول بلد فسق وبلد بتاع. روح على بلدك يا حبيبي. مش عاجباك البرازيل أو مش عاجباك دولة تطبق القوانين ما هيش تطبق الدين، فروح. عاوز تنفذ دينك وقرى الله وقرى الرسول، روح بلدك اعمل الكلام ده عندكم هناك. تمام. فالدولة ماشية على قوانين علمانية. عجباك اقعد فيها، مش عجباك توكل على الله. دي رأيي الشخصي. تمام. وفي ناس كتير محترمين سواء مسلمين او مسيحيين من الشرق الاوسط بيقعدوا هنا
تمام التمام، مفيش حد بيقول لهم اعملوا ولا سووا ولا حاجه. التزم بدينه لنفسه وما التزمش بدينه لنفسه. المخدرات والدعاره والكلام من ده مفيش حد بياخدك على البلاطه، تمام؟ انت اللي بتروح. فانت اي مشاكل بتقابلك في البرازيل انت السبب فيها، بس وخلاص. سلام.